مرحبا يا حلوين، ان شاء الله تكونوا بألف خير. انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم فطورنا هو سمك مشوي. وقبل كل شي لا تنسونا لايك شير والسبسكرايب، حنكون معكم خطوة بخطوة. وهيدا السمك يا حلوين هتشوفوا طريقة التقطيع الشوي للفحم. منحب السمك مشوي اكترية شي على الفحم، يعني نوادر ما ناكله مشوي بالفرن. طريقة هيك التقطيع هيدي بتخليه يستوى من قلبه. هذا السمك اسمه قجاج، عنا على اللبناني منعيط له السمك قجاج كتير. انا اكتر سمك عندي مميز هذا السمك، لكن ما شاء الله هالفرخ كبير. هذا مسقار، هذا التاني مسقار. هذا مسقار، عم بقول شكله غير. هذا مسقار وما شاء الله كبير. هذا دجاج. ما شاء الله. شوفوا طريقة التقطيع للشوي. وهلا افرجيكم اليوم بس نحطهم على الفحم كيف بتشووا باي طريقة. بالشوي ماما انت بتحطي زيت وثوم وحامض ولا لا؟ صقيه بالشوي. انا عم بشوي بصقيه بالزيت والثوم. اوكي جيجي، اوكي جيجي لازم تشاركنا باحاديثنا كلياتها. ثانك يو جيجي. ها هي الطريقة. اوكي يا حلوين، هلا بس نحطهم بالفحم فرجيكم اياها على طريقة الشوي على الفحم. ولا تنسونا اللايك والشير والسبسكرايب. هيا حلوين، بعد ما نظفناه وقطعناهم بنحط حمضة عليهم مثل ما تكونوا شايفين، ونبلش نملح كل فرخ لوحده، ما انه مع بعضهم، كل فرخ بفرخه. وبيعطي الحامض بيعطي ريحة طيبة كتير للسمك، يعني ما في اي شي زنخة نهائيا. طريقة التمليح من جوا ضرورية. وهيدا هو. هلا بس نبلش بقى الشوي على الفحم نكون معكم. وهلا بلشنا بشوي السمك على الفحم مثل ما قلت لكم. ما شاء الله على الريحة، ما شاء الله. شفتوا كيف مقطعين؟ كيف بيستوى؟ يعني السمك شوي وسهل، ما بده هالشي، بس المهم تكون التقطيعة تبعته مزبوطة ليستوى من قلبه. والسمك المشوي بالبيت يعني يفضل احسن من المطاعم بطريقة، والطعمة بتطلع غير شكل. والسمكة اللي من شك بدها تقليب مثل ما شايفين. بسم الله وما شاء الله، ما شاء الله. ما شاء الله الماما فنانة بالشوي. انا على فكرة بس اشوي ما كتير بينجح معي بالتقليبة، بيفسخ نصه معي، يعني يستحق كلياتنا نقولها يسلم داياتك يا ست الكل. ما شاء الله. وها هي النتيجة النهائية لسمكتنا المشويين، مثل ما شفتون ما شاء الله منظرهم بشهي. وهلا حنحط حدهم تبسة زيت وثوم وحامض. نحنا بناكل حدا بس زيت وثوم حامض، شو رأيكم؟ ما شاء الله. وهدول زيت وثوم وحامض حد السمك. وهذا كان فطورنا اليوم يا حلوين. لا تنسونا لايك شير سبسكرايب، وان شاء الله يكون طريقتنا بشوي السمك عجبتكم. ويلا باي يا حلوين، نلقاكم على خير بإذن الله.